السلام عليكم، مرحبا بكم. احنا الان في الصفراء. سيد احمد، السلام عليكم استاذ زمان. ديما تحوس ذاكر السوسه مزيان. يلزم. لا لاباس عليك؟ الحمد لله. حسيلو باش نحكيو اليوم على الحدث نتاع نهار الأحد لجمعية الاتحاد الثقافي بسوسة. 9 نوفمبر عندنا يوم تحسيسي ضد السمنه والسكري. الدكتوره مفيده نديمه. مرحبا بك في جمعية الاتحاد الثقافي بسوسة. حسيلو اللي يحب يعرف كيفاش الوقاية من السمنة والسكري يمشي نهار الأحد لجمعية الاتحاد الثقافي بسوسة. مرض العسل والسكر والواحد دائما نبينا يعني نطلعوا ونشوفوا المخاطر نتاعو ومناش يجي المرض هذا. مناش انت حسب رايك؟ الماكله الغير صحيه، ماكله السكر، برشا حاجات. لا مش صحيح، ما بطلش الماكل السكر انا برجوليه من الاخر معناها. حط خبزه جاتو قدامك تاك تاك تاك. يا عشبي نشبع بها قد ولا تابلت شوكولاته ولا حاجه خويا. شنو نتفرج ونتعدى؟ لا خويا ما يساعدنيش. تعرف كيفاش نهار التحدي تقول لك هي تقول لك شنو اللي تاكل وشنو ما تاكلش وشنو اللي تعمل وشنو ما تعملش. وكي تقول لي كي عمناول قالت لي ما تاكل شيء وبعد قلت لها راني ناكل كذا كذا قالت لي باهي كول ما اعرف وقتاش تاكل. نهار التحدي يا سيدي ايجا وتو هي تقول لك بالضبط كل ايش عملت وما عملتش تقول لك. هو البرنامج هذا راهو الجزء الثاني تعمل عمناول فهمتني وتعمل بطريقه اخرى. صحيح. وحاجه حلوه برشا. صحيح. وكان حضور ويوم ممتاز، صبحيه حلوه برشا. الناس الكل بالحق باش نعرفوا العباد شنو ناكل بالحق. نحن في تونس ما نعرفوش ناكل فهمتني. مخماخ ناكلوا اللي يجي، نموتوا على حلو، نموتوا على عجين. يجاو بالحق حاجه مفيده. باش نعمل تحيه تحيه للسيده زهور لفقي عضو جمعيه الاتحاد الثقافي اللي هي الفكره نتاعها تعاملت عمناول وسطنا زاد باش مدام زهور في بالك انه ما فماش كان هذه برك حكايه. توا بعد تمخميخ اللي تحكي عليه انت ضد التمخميخ كل شيء يا سيدي، فما تمخميخ من بعد ماكله. اي نعم ماكله اللي جاي. اي اسمع فما تذوق لعده اكلات تقليديه تونسيه. مش خليني اخر معلم اكله تقليديه وتونسيه وبالطبيعه باش يحكيوا عليها وباش يقدموا ممكن لا الله اعلم شنو باش تكون المره هذه. عمناول تعاملت الاكله السوسيه القديمه. السنه باش تكون متنوعه الحكايه. السنه باش تكون متنوعه. والفكره فكره شكون؟ فكره عضوة جمعيه الاتحاد الثقافي السيدة أمل دودش، وتحية لها زادة. وللمرة الثانية فهمتني نصور أنا باش نحضر هذا البرنامج الناس اللي تحب اليوم عندنا الحكاية دي ولا تحب تشوف معناها حكاية الوقاية من الأمراض السكري والسمنة. يبقى نهار الأحد 10 نتاع الصباح امشي لمكتب سيدي يحيى 9 نوفمبر مكتب سيدي يحيى 10 نتاع الصباح. هكا توقيت بكري مثلي الواحد يمشي يشوف منك تفطر نص النهار ومنك تاخذ معلومه. يا معلم تذوق انا فطور. انت شنو ناوي باش تفطر غادي؟ شنو ناوي باش تاكل؟ انت باش تفطر؟ انت ايش قلت باش نمشي نفطر صحيح. يلزم حسيلو. تحيه لكل اعضاء جمعيه الاتحاد الثقافي بسوسه. موعدكم يوم الاحد 10 نتاع الصباح 9 نوفمبر في مقر الجمعيه اللي هي المقر وين؟ تو برشا ناس يقول لك مقر جمعيه الاتحاد الثقافي وين؟ مقر سيدي يحيى. شنو مقر سيدي يحيى؟ ببحر. مكتب سيدي يحيى. مكتب سيدي يحيى بالطبيعه. مقام سيدي يحيى. مقام سيدي يحيى. الامام يحيى بن عمر. اي واحده وراه سيدي محطه الكراء. هاي هاو من الاخر محطه الكراء هكا هو من وين صامبة بورقيبه؟ وين صامبة بورقيبه سيدي؟ اللي بالعصا يا ودي اللي ما عرفش يتصل بالصفحات ببحر يقولوا له يجاو تاخذوا فكره على المرض نتاع السكري والسمنه وتذوقوا الاكله التقليديه التونسيه. جمعيه الاتحاد الثقافي والنشاط مستمر. البحث والنشاط مستمر. السلام عليكم. كانت معكم صفحه ذكرت سوسه يا زمان وصفحه سوسه زمان. مرحبا بكم. السلام عليكم.